ليه نقار الخشب دماغه ما بتتكسرش من كتر التخبيط؟ على الرغم من ان نقار الخشب بيعمل حوالي 12,000 نقرة يوميا، وكمان بيقدر يخبط 20 نقرة في الثانية الواحدة وما بيجيلوش حتى صداع، وكل ده عشان يوصل لحشرات جوه الشجرة. وتخبيطه في الشجرة طول اليوم ده احيانا كتير بيكون مفيد جدا للشجرة، لانه بيفتش جواها عن الحشرات اللي بتسبب فيها ضرر. واثناء استمراره في التخبيط جمجمته مش بتتأثر نهائي، او حتى دماغه بيحصل لها ضرر من جوه، وده لاسباب كتير، واخر سبب فيهم هو معجزة بمعنى الكلمة. اولا جمجمته متصممة بشكل هندسي عملاق جدا، بحيث في كل خبطة بيعملها في الشجرة بتحصل موجة تصادم. الميزة العبقرية هنا بقى ان في جمجمته من الداخل جزء صغير زي الاسفنج بتمتص الصدمة وتوزعها كلها على المخ. الميزة التانية الجمجمة نفسها تشبه الخوذة وافضل منها بكتير، تصميمها بيمنع الصدمات بشكل طبيعي. واخر ميزة واهمهم ان لسانه طوله 10 سنتي وملفوف حوالين جمجمته بشكل عجيب عشان يساعد بشكل اقوى على تحمل الصدمات ويفرغها.